ما هي حروب الجيل الرابع؟ ومن يقف خلف هذا النوع من الحروب؟ وما هي أساليب الهندسة الاجتماعية؟ أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جمرة. في إحدى الحلقات الماضية كشفت جمرة أسرار غرفة عمليات جماعة الأخوان. طبعا رفعوا عليه شكوى وارسلوا طلب لليوتيوب لإغلاق القناة بسبب تلك الحلقة. ما علينا، هذه الحلقة نستعرض لكم المزيد من التفاصيل حول أساليب الهندسة الاجتماعية وفن اختراق العقول عبر حسابات إلكترونية استهدفت المجتمع السعودي خلال الفترة الماضية. قبل ما نبدأ ضروري نتذكر بأن الحروب في هذا الزمن مختلفة تماما عن الماضي. في السابق كانت الأسلحة كفيلة بأن تدمر مجتمع ما، أما الآن أصبحت السوشيال ميديا تقوم بهذا الدور بدون أي معدات عسكرية، وهذا ما يسمونه الآن بحروب الأجيال، وتحديدا الجيل الرابع من الحروب، البعض يسميه الجيل السادس من الحروب. هذا النوع يتم إدارته عن بعد، وأخطر ما في هذه الحرب هي أنها تستهدف الإنسان وعقله وعواطفه واستغلال كل من حوله كسلاح يدار ويسيطر عليه، أي أنها حرب نفسية هدفها تدمير ثقة الناس بأنفسهم وبمجتمعاتهم، وتخليك تشعر بأنك تعيش في مجتمع سوداوي وبيئة سلبية من خلال ضخ أخبار سلبية وربطك بمتابعة كل ما هو سلبي. لم يتوقف هذا النوع على الحروب النفسية فقط، بل يمارس الحرب على الثقافات والعادات وتبني أفكار هدامة للفطرة وإبرازها وأيضا الدفاع عنها. فمع تطور الذكاء الاصطناعي حاليا صار الموضوع أخطر بكثير، وتقريبا كل أنواع هذه الحروب نعيشها الآن. لكن الفترة الأخيرة لاحظنا الحرب الشرسة اللي تصير في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في أوساط المجتمع السعودي، بواسطة حسابات تدار من الخارج وتحاول اختراق المجتمع من خلال تبني القضايا الداخلية والتغلغل بشكل عاطفي لأجل كسب الثقة. طبعا هذه الحسابات المزيفة لديها اهتمامات على مختلف القضايا في المجتمع السعودي. تجد حسابات تتكلم عن الرياضة، وحسابات أخرى تناقش قضايا المجتمع، وحسابات أخرى كذلك في القضاء، بل حتى العقار، وحسابات ثانية تسوي مسابقات اجتماعية وغيرها من الحسابات الهدف منها بناء الحساب من خلال كثرة المتابعات، ومن ثم يتحول الحساب المزيف في يوم وليلة إلى حساب معادي يهاجم المملكة. عشان ما أطيل عليكم، أجريت الشهر الماضي تقصي كذا خفيف صغنون على بعض الحسابات في تويتر وكشفت عملها للمتابعين. وجدنا حسابات تدار من غزة هدفها فقط فبركة ونشر القضايا السلبية على المجتمع السعودي بشكل مقزز. تطورت هذه الحسابات حتى وصلت انك اذا تبغى تفضفض ادفع 100 ريال عشان ننشر لك التغريدة. وللأسف الحساب البنكي لتلك الحسابات من داخل السعودية. هذا جانب. نجي على الجوانب الأخرى. هناك حسابات أخرى تستخدم صور رموز سعوديين تتحدث في السياسة. إحدى هذه الحسابات تعود لشخص سوري يوهم الناس أنه سعودي، وللأسف هذا الشخص لديه مئات الحسابات على هذه الشاكلة. حسابات أخرى تدار من صنعاء، تحديدا من شركة إعلامية بجوار مصنع الوصابي للإسفين في صنعاء زي ما ذكرت، يديرها قيادي حوثي يدعى عبد السلام جحاف. طريقة عمل جحاف المعروف بصنعاء بجحاف الجلاب يقوم بإنشاء حسابات تروج المسابقات وهمية بأسماء رجال أعمال سعوديين. تزعم تلك الحسابات أنها تقدم الأموال للمتسابقين، وأيضا يطلب منهم بياناتهم الشخصية. بعد فترة تتحول هذه الحسابات إلى معرفات معادية هدفها شيطنة الدولة والمجتمع. على سبيل المثال هذا الحساب كان باسم عبد السلام جحاف، اسمه نفسه هو، سبقا تناقشت معه ورديت عليه أكثر مرة. بعد فترة تحول إلى معرف وهمي باسم حاتم الفقيه، وغيرها أيضا من المعرفات الأخرى الوهمية التي يديرها جحاف بنفسه، مثل مجتهد نجران وفهد الشهري ومؤسسة الوليد بن طلال وغيرها الكثير. المصيبة أن هذه الحروب لم تتوقف عند القضايا الاجتماعية والسياسية، بل أنها أيضا حاولت اختراق المجتمع الرياضي بشكل خطير جدا، مثل حساب لاقى تفاعل الشهر الماضي باسم مها السديري، زعمت أنها مشجعة هلالية في البداية، ثم بعد فترة قالت أنها نصراوية، طبعا استخدمت صورة وهمية. بعد فترة بدأت في مهاجمة الحسابات الوطنية، لنكتشف لاحقا أنها شخصية وهمية تدار من خارج المملكة،
وأيضا حساب آخر بمعرف وهمي باسم خالد السويلم استخدم نفس الطريقة، ولكن الفرق أنها ما كانت تهاجم حساب مزيف الأول تهاجم الهلال والنصر، هذا يهاجم الاتحاد بأسلوب بذيء جدا. الأدهى والأمر هو الحساب الوهمي نوف بنت حمد زعمت بأنها بروفيسورة ولديها مكتب قانوني في الرياض، وأنها ستقوم برفع قضايا لدى النيابة العامة ضد لاعبين وكتاب ومشاهير، بل أنها ادعت أنها ستقوم بإيصالها للإنتربول. المصيبة وين؟ أن هذا الحساب نوف بنت حمد اعتمدت عليه أكثر من 170 صحيفة. لك أن تتخيل 170 صحيفة كانت تنشر القضايا الوهمية اللي كانت تكتب عنها نوف بنت حمد في حسابها. بعد البحث والعودة إلى تغريدات الحساب القديمة عام 2017 اكتشفت أن هذا الحساب في جنيف لشخصية غير سعودية، لا هي بروفيسورة ولا هي محامية ولا عندها مكتب محاماة في الرياض. صحيح بأنها قامت بإغلاق حسابها على الفور بعدما تم كشفها، ولكن بصراحة شيء يزعل والله. كيف هذه الصحف سعودية عربية عالمية اعتمدوا عليها كمصدر والحساب وهمي مزيف؟ طيب يا حسين أنت كذا تخوفنا، ما تخلينا نثق في أحد. لا والله، أنا دوري كصحفي استقصائي يكمن في كشف الحقائق فقط، وهذه الحقائق موجودة قدامكم بالأدلة. كل اللي أتمناه هو الوعي فقط. يعني على سبيل المثال أنيس منصور عنده عشرات الحسابات بشخصيات نسائية وهمية، تم كشفه في حساب، عنده حساب اسمه عبير ومريم، طالعوه كذا بصورة شوفوا زي ما هو. ولكن هذه الخلايا تعمل الآن على تطوير أساليبها وبدأت تستفيد من التطور التقني وخص بذلك الذكاء الاصطناعي للتلاعب بطريقة أكثر واقعية بالعقول. واللي ذكرت مجرد أمثلة قليلة فقط، غيرها الكثير ولو بنعرضها في هذه الحلقة ما راح نخلص. ختاما، على الرغم من تطور أساليب هذه الخلايا حاب أذكر لكم أقوى سلاح ممكن تقدر تكشف فيه خططهم مهما كانت تقنياتهم، ألا وهو الوعي. أدري بعد هذه الحلقة راح يتم مهاجمتي بشكل أقوى، ولكن والله ما همني، هذا واجبي كصحفي استقصائي. اللي يبغى أقوله كل شخص مسؤول عن وعيه. اختراق العقول هذه الأيام أسهل من اختراق الأجهزة. وسلامتكم. شكرا لمتابعتكم، في أمان الله.